كل ما افتح التايم لاين دلوقتي حرفيا بلاقي سبايدر مان براند نيو داي كسر رقم جديد. مليار دولار في اول 5 ايام، 930 مليون في اول ويكند، 160 مليون في اول يوم، مليار و600 مليون دولار في اقل من اسبوعين، 4000 جنيه في اول 10 دقايق. فيلم ذا اوديسي نزل قبل ما فيلم سبايدر مان ينزل باسبوعين، وعمل افتتاحية في اول اسبوع 260 مليون، وده وقتها كان رقم خرافي واعلى رقم في مسيرة كريستوفر نولان بالكامل. حرفيا فيلم سبايدر مان بران نيو داي تقريبا عمل 4 اضعاف الرقم ده في اول اسبوع بس. انا وكلنا توقعنا ان الفيلم ده يجيب فلوس كتيرة، يعني كفاية اقولك ان الفيلم نو واي هوم اللي ظهر فيه 3 سبايدر مان جاب مليار 900 مليون، بس مفيش اي حد توقع الضجة ولا الايرادات اللي الفيلم ده بيجيبها. بس السؤال المهم بقى، هل هو بجد مستاهل كل الهيصة دي؟ يعني هل الفيلم مستاهل كل الارقام المجنونة اللي عمالة تتكسر دي وكل الهايب ده، وان حرفيا الناس بتخشه بالعافية ومحدش لاقي تذاكر؟ في الفيديو ده هعمل لك مراجعة كاملة للفيلم بدون حرق، وهخصص جزء في الاخر بتكلم فيه بحرق عن احداث الفيلم بالكامل. قبل ما نبدأ بس يا ريت يعني لايك او مثلا سبسكرايب، يعني بص اللي تجيبه، يعني اي حاجة منك حلوة كده كده. فيلم سبايدر مان براند نيو داي بيبدأ بعد 4 سنين ما بينتهي فيلم نو واي هوم، النهاية اللي اتسببت بسبب تعويذة من دكتور سترينج ان الناس كلها تنسى حرفيا مين هو بيتر باركر ده، ومفيش حد يبقى عارفه خالص حتى نيد وام جي. وزي ما قلت لك الفيلم بيبدأ بعدها ب4 سنين، يعني ما بنشوفش سبايدر مان او ام جي او نيد في فترة الجامعة خالص، لا هو بيبدأ بعد ما هما بيخلصوا جامعة. وسبايدر مان في الفيلم ده بقى بما انه كله ناسيه، هو بيعتمد على نفسه بشكل كامل، عايش لوحده في شقة صغيرة، هو اللي عمل البدلة بتاعته، مفيش اي بدلة الكترونية تبع توني ستارك ولا اي حاجة من الكلام ده، معتمد ومستقل على نفسه بالكامل. ولو هتسألني ده بالنسبة لي كانت احلى حاجة في الفيلم كله. انا بشكل عام مش محب كبير قوي لسبايدر مان توم هولاند والثلاثية الاولانية، سواء هوم كامينج او فار فروم هوم. نو واي هوم كان بكل تأكيد تجربة مميزة وتجربة عمرها ما هتتنسي، انك انت تشوف ال3 ممثلين اللي لعبوا سبايدر مان على مدار اخر 20 سنة مع بعض في فيلم واحد، وبيحاربوا الاشرار اللي كلنا حبيناهم من الافلام اللي عملوها. تجربة استثنائية بكل تأكيد، وما اعتقدش انها هتتكرر تاني. ولكن لو بصيت لها من منظور تاني، الفيلم ده مش فيلم متكامل، وبيحصل فيه كمية حاجات غبية وغير منطقية مش هتاخد بالك منها قوي غير لما تتفرج على الفيلم تاني. فبشكل عام انا زي ما قلت لك انا مش محب الافلام دي قوي، واكتر مشكلة معايا في الافلام دي ان هي واخدة من طبع الام سي يو بالزيادة. في تيمة معينة كده في صناعة افلام مارفل، سواء في كتابة الشخصيات او كتابة القصة او الاكشن اللي بيتعمل او حتى التصوير والالوان بتاعت الفيلم، انا ما كنتش حاسس ان التيمة دي كانت لايقة قوي على عالم سبايدر مان. وبالرغم ان فيلم براند نيو داي ده لسه فيه كاميوز من شخصيات جوه عالم مارفل السينمائي زي ذا بانشر او ذا هالك زي ما شفنا في التريلر، ولكن انا اقدر اقول لك ان الفيلم ده يعتبر بالنسبه لي هو اكتر فيلم تقريبا مارفل عملته مش شبه العالم السينمائي بتاعها، ولا شبه التيمه ولا الالوان ولا اي حاجه. الوان الفيلم ده حلوه جدا، التصوير حلو جدا جدا جدا، الاخراج اكتر من رائع. ومعلومه ليك، هم اصلا غيروا المخرج بتاع الثلاثيه الاولانيه، كان مخرج اسمه جون واتس، وجابوا مخرج اسمه ديستن دانيال كريتن، ده اللي عمل تشانج تشي وعمل مسلسل اسمه وندر مان، ده نزل السنه دي على ديزني بلس، ده تبع عالم مارفل برضو. وعمل فيلم انا بحبه ليه جدا اسمه شورت تيرم 12، لو ما شفتوش انصحك ان انت تتفرج عليه. بالرجوع لموضوعنا، زي ما قلت لك الاخراج، مشاهد السوينجينج، تصوير، الالوان، ان انت بتشوف بيتر باركر شحات فقير حرفيا بيعاني عشان يبقى سبايدر مان. ودي اكتر حاجه كنت بحبها في افلام سام ريمي اللي هي ثلاثيه توبي ماجواير القديمه، ان حرفيا بيتر باركر بيعاني عشان يبقى سبايدر مان، ان هو كل يوم يلبس البدله دي وينزل عشان يحارب الجريمه ويعرض نفسه للخطر ويجي على حياته الشخصيه، ده عمره ما كان قرار سهل. وان كمان ما يكونش في حد بيساعده، وان هو بيعمل كل حاجة لوحده وشايل كل حاجة حرفيا على كتافه. هو ده من الاخر كده سبايدر مان اللي الناس بتحبه، وسبايدر مان اللي الناس عايزة تشوفه. على ذكر بقى الكاميوز اللي كانت موجودة في الفيلم، بانشر كان حلو جدا في الفيلم، وهو سبايدر مان عاملين ثنائية حلوة. بس خلينا اقولك ان بانشر اللي هنا يعتبر مختلف كليا عن بانشر اللي في مسلسل ذا بانشر او بانشر اللي في دير ديفل. هنا يعني من الاخر بيهق ويمق عشان هو ايه، فيلم برضه فاميلي فريندلي وكده يعني.
الموضوع ده ممكن ما يعجبش محبين الشخصيه قوي، بس انا بالنسبه لي ما واجهتش مشكله، يعني ما كانش عندي مشكله في التغيير بصراحه. وحاجه تانية بمناسبه الكاميوز، اول ما شفت التريلر ده انا حسيت ان الفيلم ده هيبقى حاجه شبه سبايدر مان 3 او ذا اميزنج سبايدر مان 2. ان الافلام دي سواء بتحبها او لا، ما تقدرش تنكر ان الافلام دي زحمه وفيها كذا ستوري لاين زياده عن اللزوم اكتر ما الفيلم متحمله. فلما شفت التريلرز بتاعت الفيلم ده انا حسيت ان هو هيبقى كده، لان يعني انت عايز تقول ان الفيلم فيه ذا بانشر، وفيلم فيه هالك، وفيلم فيه سكوربيون، وفيلم فيه سبايدر مان بيواجه مشكله جينيه ان هو بيطلع شبك عنكبوت بجد زي سبايدر مان توبي ماجواير، ما بقاش محتاج الجهاز اللي بيستعمله بيطلع بيه الشبك. كل ده غير تقديمه شريره الفيلم الرئيسي اللي هي بتقوم بدورها سيدي سينك، اللي هي يعني بص مش عارف الموضوع ده حرق ولا لا، اعتقد الموضوع ده بقى معروف لاي حد شاف ولا ما شافش الفيلم، ان هي كانت بتقوم بدور جين جري. يعني من الاخر انا مش فاهم ليه كانوا سايبين الموضوع ده سر. الموضوع ده حرفيا متسرب من شهر 11، وانا عارفه من شهر 11 اللي فات ان سيدي سينك هتبقى جين جري وان هي هتبقى الشريره في الفيلم. فالسؤال بقى يا عم مروان، هل انت بقى حسيت بالزحمه دي كلها بكل الشخصيات والاحداث دي جوه الفيلم؟ يعني احب اقول لك وفي نفس الوقت لا. في حاجات بأمانة خدت وقتها واتشرحت بشكل حلو جدا، زي مثلا مواجهة سبايدر مان مع ام جي، اللي بالمناسبة يعني وبدون حرق في مشهد معين في الفيلم ده مواجهة ما بين سبايدر مان وام جي، ولا مش مشهد السطح اللي الناس كلها بتتكلم عليه، في مشهد تاني كده بعديه بشوية مشهد مواجهة ما بين الاتنين. المشهد ده بالنسبة لي هو احسن مشهد في الفيلم كله، هو مش بس كده، هو احسن مشهد انا شفته لأي فيلم انا اتفرجت عليه السنة دي. حرفيا المشهد ده تقريبا بنص الفيلم كله، مشهد رائع من تمثيل لإخراج لكتابة ولكتابة حوارات، من أحسن الحوارات اللي هتشوفها مكتوبة في أفلام السوبر هيروز بشكل عام. جين جراي يعتبر خدت حقها، بس في كام حاجة ما عجبتنيش يعني هتكلم عليها في فقرة الحرق. القصة الكاملة بتاعت بيتر باركر والتحول الجين اللي بيحصله في جسمه ده خد حقه وعملوه بأحسن شكل ممكن، ولكن في حاجات تانية في الفيلم زي مثلا المواجهة بتاعت هالك وأي حاجة كانت تخص هالك مثلا، في حاجات كده هتقول لنفسك اللي هو ماشي حلوة، بس يعني أنا كنت عايز أكتر. عارف الموضوع عامل زي ايه؟ زي مثلا ما تخش محل ايس كريم مثلا وتقول لبياع الايس كريم انا عايز مثلا ادوق الفليفر ده، فيديك معلقه صغيره دوقك الفليفر، تقول له تصدق ده طعمه حلو جدا، بعد اذنك اديني بولتين ايس كريم من الفليفر ده، فهو يجي يقول لك العينه اللي انت خدتها دي هي الحاجه الوحيده اللي انت هتاخدها مننا، ولو مش عاجبك اطلع بره يا ابن بس. فبالنسبه لي في حاجات خلت السيناريو زحمه شويه كانت ممكن تتشال، وكانت هتساعد ان انت تدي حاجات تانية حقها اكتر مهمه للفيلم بجد ومهمه لقصه بيتر باركر. ده غير ان هم وروا في التريلرز اللي نزلت حاجات كتير بالزيادة عن اللزوم، خليتك تقريبا معظم الوقت في الفيلم مش متفاجئ من حاجة ومتوقع القصة رايحة على فين، فدي كانت نقطة سلبية بصراحة. نيجي بقى لواحدة من أهم نقط الفيلم، وحاجة شخصيا أنا كنت مستنيها جدا كواحد عاشق ومحب للإكس مان، وهي شريرة الفيلم جين جراي. لأول وهلة لما تسمع إن الشرير في فيلم السبايدر مان هتبقى تقريبا رابع أشهر شخصية في فريق الإكس مان، هتقول لنفسك يعني هو إيه العبط ده؟ هو اكيد مش من قله اشرار سبايدر مان جايبين بطله من فريق الاكس مان عشان تبقى هي شرير الفيلم. الموضوع ده عارف عامل زي ايه؟ ان انت مثلا تعمل فيلم الباتمان وتخلي الشرير فيه بيست بوي من تين تايتنز، ولكن لما تيجي تتفرج على الفيلم هتلاقيها لايقه على القصه وعلى الاحداث، وان هو في الاخر كان اختيار موفق. ولما تيجي تفكر فيها برضو دي احسن تقديمه لاول عضو من اعضاء فريق الاكس مان في عالم مارفل السينمائي، ان هي هتبقى حرفيا في فيلم السبايدر مان اللي العالم كله هيشوفه. فبالتالي دي حاجه تحمس الناس انها تبقى عايزه تشوفها تاني، وانها تتابع الريبوت بتاع افلام الاكس مان اللي مارفل هتعمله. اللي لو ما تعرفش مارفل من بدايه 2028 هتعمل ساجا كامله اسمها الميوتنت ساجا، هتتكلم فيها على شخصيات الاكس مان، ومعظم افلامها هيبقى لشخصيات وفريق الاكس مان والعالم الميوتنز بشكل عام. ودي مش هيبقى ليها دعوه بالاكس مان القدام اللي هم هيظهروا في فيلم افنجرز دومز داي، دول كانوا تبع عالم الاكس مان بتاع 20 سنشري فوكس، لان مارفل زمان باعت حقوق الاكس مان ل 20 سنشري فوكس. قبل من كام سنه ديزني قرر انها تشتري شركه فوكس بالكامل بكل حاجه فيها، فوقتها رجعت حقوق الاكس مان من تاني لشركه مارفل. فبدايه من الفيلم سبايدر مان بران نيو داي اللي ظهرت فيه جين جراي، واول فيلم الاكس مان اللي هيتعرض في 2028 ان شاء الله، كل اللي انت هتشوفهم من اول الفتره دي هم اكس مان جداد بالكامل بممثلين جداد وصغيرين في السن. ودي كانت حاجه من الحاجات اللي عجبتني في فيلم سبايدر مان. هو انا بصراحه مش اكتر حد بيحب جين جراي، وهي من اقل شخصيات الاكس
مان اللي انا بحبهم، ولكن ما اقدرش انكر ان انا مبسوط بتقديمه الاكس مان اخيرا في عالم مارفل يعني، فدي حاجه تعني لي شيء يعني عزيزي المشاهد. بشكل عام الفيلم رائع، الفيلم يستاهل، واحسن اكشن شفناه في افلام سبايدر مان من سنين حرفيا. الفيلم فيه عيوب، فيه عيوب، وفيه كام حاجه فيه زحمه شويه وحاجات تانية ملهاش داعي، ولكن بشكل عام تقييمي للفيلم ده هو 8 من 10، وده يعتبر بالنسبه لي خامس احسن فيلم شخصيه سبايدر مان بعد رقم 1 وبلا نقاش فيلم انتو ذا سبايدر فيرس، يليه فيلم سبايدر مان 2، يليه فيلم اكروس ذا سبايدر فيرس، يليه فيلم سبايدر مان 1، ويليهم كلهم فيلم سبايدر مان براند نيو داي. وبس كده عزيزي المشاهد، من اول هنا تحذير 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 بالحرق، هتكلم بحرية حرق كاملة في الفيلم، فلو انت ما اتفرجتش على الفيلم وقف الفيديو لحد هنا بعد اذنك، روح اتفرج على الفيلم، بعد كده ارجع نورني هنا براحتك في اي وقت. الحاجة الوحيدة اللي فيها حرق وعايز اتكلم عليها براحتي هي تقديمة شخصية جين جراي نفسها. انا زي ما قلت لك جوه الفيديو، انا مبسوط اخيرا ان الاكس مين هيتقدموا في عالم مارفل السينمائي، وان دي بداية تقديم الشخصيات دي، الشخصيات اللي انا بحبها، اللي بالنسبه لي الاكس مين دول وكوميكس الاكس مين ومسلسلات الانيميشن بتاعت الاكس مين هي احسن حاجه مارفل عملتها في تاريخها بجانب سبايدر مان. ولكن انا مش مشكلتي في ظهور جين جراي، انا مشكلتي في كيفيه ظهورها. يعني انت فهمتنا في اخر الفيلم ماضي جين جراي، وانها بتدور على اختها، وان هي قبضوا عليها، وان هي بتحاول تدور عليها وما تعرفش هي عايشه ولا ميته، وبتحاول تنتقم من الناس اللي خطفوها منها. تمام، كل ده حلو جدا، وكل الحاجات اللي هي قعدت تعملها في نيويورك في سبيل انها تحاول توصل لاختها، يا سيدي هحاول ابلعها ما انها عملت حاجات ما تبلعش خالص وهاجيلها يعني. ولكن انا بجد مش فاهم ايه سر كرهها الشديد والعداوة اللي هي عاملاها مع سبايدر مان. مشهد مثلا زي المشهد اللي كان على السطح ما بين بيتر باركر وام جي، انا مش فاهم هي بتفكر ازاي لما تعمل حاجه زي كده. يعني في حاجات عملتها في سبيل انها توصل لاختها يا سيدي وقلنا ماشي، انما مشهد زي ده هي عايزه ترازي في سبايدر مان، اصل ده ملوش اي تفسير تاني، لا حرفيا هي مستفاده اي حاجه ولا هتستفاد معلومه واحده منه. ومعلش يعني انت عشان توصلي لاختك حرفيا تقعدي ترازي في بيتر باركر طول الفيلم، تخلي راجل كبير في السن يقف في نص الشارع وعربيه تخبطه، كنت تمشي بدبابه في نص نيويورك وتقعد تمشي وتدوس وتخش في العربيات. انا مش فاهم قوي بصراحه هو عملوها كده ليه. يعني انا معاك ان هي ممكن خدمت قصه الفيلم، بس هي ما خدمتش جين جراي نفسها ولا مستقبلها مع الاكس من. انت حرفيا مقدمها لي كشريره صرف، ومستنيني ان انا بقى في اخر الفيلم لما تقعد تتكلم شويه مع انت ماي، بعد كده تقعد تتكلم شويه مع بيتر باركر ويقول لها احنا معاك يا بنتي ومش عارف ايه وبتاع، ان انا خلاص انسى كل اللي هي عملته طول الفيلم ده وخلاص احنا مسامحينك يا جين جراي وهوبا يلا بينا بقى مش عارف ايه. لا، اي حد هيتفرج هيبقى كارهها، هيبقى خارج من الفيلم ده كارهها، ولما يجي يتفرج عليها تاني وهي موجودة في الفريق الكويس انت طبيعي هتبقى كارهها وهتبقى مش طايقها. وانا معاك عشان حد يقول لي ان جين جراي هي شخصية رمادية، يعني هي شوية كويسة وشوية وحشة، بس اول تقديمة ليها تقدمها لي بالشر ده، وان في حاجات عملتها عشان تحاول توصل لاختها وقلنا ماشي، بس في حاجات كانت بتعملها كنوع من الشر المطلق، هي مش مستفادة اي حاجة غير انها بترخم او بترازي او بتأذف الناس. ولما مثلا راحت اتحكمت في هالك وهالك حرفيا مسك بيتر باركر رقعه علقة موت بدون سبب، انا مش فاهم انتي مستفاده ايه. بس يعني يلا ما علينا. يعني انا زي ما قلت لك بشكل عام انا اصلا ما بحبش جين جراي، وتعتبر من اقل اعضاء الاكس مين اللي انا بحبهم، بس الفيلم ده خلاني اخرج من الفيلم كارهها اكتر. ولكن عايز اقول حاجه بكل صراحه، التويستايه في الاخر بتاعت في ماكس كانت رائعه رائعه، وكانت فعلا حاجه غير متوقعه وما تجيش على دماغ حد. وكل اللي حصل بعديها والطريقه اللي انت وريتني بيها قوه جين جراي الحقيقيه بيرفكتو بيرفكتو بيرفكتو، وخلاني حرفيا متحمس جدا ان انا اشوف هيعملوا ايه وهيقدموا ازاي باقي شخصيات الاكس من. وبس كده عزيزي المشاهد، اشوفك في الفيديوهات الجايه.